إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم يا رب. يلا بينا بقى نعمل البيديفور مع بعض، وإن شاء الله هينجح معاكي حتى لو بتعمليه لأول مرة. هنعمله بقى بالمقادير المظبوطة. يلا بينا بقى نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هنعاير بقى المقادير بتاعتنا بالكوباية، طبعا بالمج الشاي العادي اللي هو 200 ملي. معايا بقى 4 كوبايات من الدقيق، هنضيف عليهم كوبايتين من السمنة وكوباية من السكر البودر. وممكن نستبدل السمنة بزبدة تنفع معاكي برضو. هنضيف عليهم بقى 3 صفار بيض وبيضة كاملة. ومعانا فانيليا عشان البيض طبعا. ليه بقى ضفت 3 صفار بيض مع بيضة كاملة؟ عشان لو ضفت ال4 البيض كاملين هتيجي تشيليه من الصاج بعد ما يستوي هيتقطم معاكي. وبجد عن تجربة المقادير دي مظبوطة، وان شاء الله هينجح معاكي. اهم حاجة السمنة بتاعتنا تبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تكونش طالعة من التلاجة ولا حاجة. وزي ما اتفقنا مع بعض ممكن تستبدليها برضو بزبدة، اي نوع زبدة تفضليه تنفع معاكي. هنجيب بقى بولة ونضيف فيها كوبايتين السمنة. هنضرب بقى في السمنة بتاعتنا لحد ما لونها تفتحي معايا وتبقى كريمي. طبعا الخطوة دي مهمة. هنضيف عليهم بقى كوباية من السكر البودر. وطبعا السكر لازم نكون منعمينه في مطحنة الخلاط، عشان لو حبيبات هيبان معاكي في البيديفور. هنجيب بقى السكر ونضربه كده مع السمنة. معايا بقى 3 من صفار البيض، ومعايا بيضة كاملة. هضيف الصفار الأول وهنضيف عليه الفانيليا. أول بقى ما الصفار يختفي معانا هنضيف البيضة، هنضربها برضو بالمضرب. ولو مش عندك المضرب ممكن بالمضرب اليدوي، بس بقى هنطول شوية في الضرب. هنجيب بقى دلوقتي الدقيق، طبعا الدقيق ده منخول. هنقلب كده العجينة بتاعتنا، شايفين ما شاء الله. لو حسيتي بقى ان عايزة معلقة دقيق تظبطيها معاكي كده. العجينة بتاعتنا مظبوطة. هنشكله بقى بالقرطاس وهندخله الفرن على درجة حرارة 160 لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل. هنبدأ بقى نزينه مع بعض. طبعا لما يبرد بنسيبه لما يبرد وبعد كده نزوقه. معايا بقى جوز هند ومعايا شوكولاتة فرميسيل، وطبعا معايا الشوكولاتة مسيحاها على حمام مية. وبرده البيديفور بالكاكاو. عشان الفيديو ما يطولش معانا هقولك على مقاديره. هي نفس المقادير، بس بدل ما هنحط 4 كوباية من الدقيق هنحط 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم نص كوباية من الكاكاو. وممكن نزين البيديفور برضو بالمربى، طبعا التزيين ده براحتك. وعشان البيديفور ما يفرش منك اهم حاجة الفانيليا ما نزودهاش طبعا، يعني بنضيف 2 كيس من الفانيليا. ولو عندك فانيليا سايلة يبقى ربع معلقة صغيرة. وبنعرف بقى ان البيديفور استوى معانا اول ما بيطلع من الفرن. بنحرك الصاج نلاقيه ابتدى يتحرك معانا البيديفور، وطبعا بيكون طري. اول ما بيشم الهواء تلاقيه نشف معاكي. جربوه بقى ويا رب يعجبكم. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. واستنوني مع وصفات احلى مع ام جنات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.